كانت ياقوت بنت في غاية الزين واللطافة، وكان عندها واحد السالف كحل ومسبسب لدرجة أن الناس كانوا كيضربوا به المثل في القبيلة. ولكن كانت ياقوت كتعاني من ظلم مرات باها اللي كانت كتحسدها على هذيك النعمة وكتعطيها أصعب الشغال باش تهرس ليها جهدها وتخبي جمالها. لكن ياقوت بقلبها الصافي كانت ديما كتلقى الفرج، وسالفها كان هو السر اللي غيكون سبب في نجاتها وفي تبدال حالها من الشقاء للعناء. وصل الغدر بمرات باها لدرجة أنها مبقاش كتحمل تشوف ياقوت قدام عينيها. واحد النهار عطاتها جرة ديال الطين متكوبة من التحت وقالت ليها سيري لعند العين البعيدة اللي في وسط الغابة وعمري هاد الجرة بالماء، ويا ويلك ترجعي وهي خاوية. خرجت ياقوت وهي كتبكي حيت عارفة أن الجرة متقوبة والمهمة مستحيلة. وهي جالسة حدا العين حزينة نزلت واحد الحمامة بيضة وشربت من الماء وقالت ليها بقدرة قادر يا ياقوت الصابرة دهني تقب الجرة بشوية من صمغ الشجر وديري عليه ورق الدفلة. دارت ياقوت ما بغاو منها وتعمرات الجرة بالماء وبقات شادة. وهي راجعة في الطريق طاحت ليها الشبيكة اللي كان جامعة بها سالفها ونزل داك الشعر الحرير وبقى كيلمع تحت الشمس. في ديك اللحظة كان ولد السلطان خارج للصيد مع الحاشية ديالو ولمح من بعيد واحد البريق غريب. فاش قرب تبهض بالجمال ديال ياقوت وبداك السالف اللي عمر عينو شافت بحالو. سولها شكون هي وشنو كدير تما وحكات ليه قصتها بصدق وآداب. ولد السلطان حس بقلبه معليها وقرر يتبعها للدار باش يطلب يدها من باباها. فاش وصل الخبر لمرات الاب اللي ولد السلطان جاي يخطب مولات السالف شعلت فيها النار. خبات ياقوت في المطمورة ولبسات بنتها لبس فاخر وغطات لها راسها بفولار غليظ باش توهم الامير باللي هي مولات السالف. فاش دخل ولد السلطان سول فين هي البنت اللي شفت في الغابة. جاوبات مرات الاب ها هي قدامك مولاي. ولكن الامير كان ذكي قال لها الا كانت هي خليها تطلق سالفها نشوفوه. مرات الاب بقات كترعد وبنتها بدات كتجبد في خصلات صغيره وحرشه والناس كاملين عرفوا باللي كاين الغدر. في ديك اللحظه القطه كانت في الدار اللي كانت ياقوت ديما كتحن عليها وتوكلها بدات كتغوت حدا المطموره وكتقول لا ياقوت في الحفره والوجع والهم في المجرى. فهم الامير الاشاره وامر ولد السلطان باش يفتحوا المطموره. الدار كلها سكتات والانفاس تحبسات غير تحل الباب. خرج واحد النور عجيب وطلعت ياقوت وهي شاده في يدها خصلات من سالفها اللي كان كيلمع بحال الا منسوج من خيوط الليل والذهب. الامير انبهر وقال هذا ماشي غير شعر، هذا عهد الصبر والوفاء. في ديك اللحظه طار الخوف من قلب ياقوت وقفت بهم مثل العروسه وصوتها كان رزين وهي كتقول الظلم كيطول حبالو ولكن الحق ديما كيبان هلالو. ما دازش ايام قليله حتى تعلنت الافراح في المملكه كامله. اما مرات الاب وبنتها فمن كثرة الغيره والحسد سالف البنت بدا كيطيح حتى قرعات. ومرات الاب بقات كتجري في الزناقه وهي كتقول يا ريتني كنت بحال ياقوت، الصبر كنز والظلم كيموت. وعاشت ياقوت مع الزوج ديالها في قصر عامر بالمحبه ولاو الناس كيجيو من كل مكان غير باش يشوفوا مولات السالف اللي صبرات ونالت. وبقات حكايتها منقوشه في ذاكره الزمان كتحكي لينا باللي النيه غلبات وباللي الجمال الحقيقي هو جمال الروح اللي كينعكس على الوجه والشعر وكل تفاصيل الذات.